السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهلال يوالي إعداده بقوة، والمدرب الألماني جوزيف زيمباور يحول النجم النيجيري يوسف كابوري للفريق الرديف، وزيمباور يطالب بمهاجم. في المقابل الفريق الرديف يوالي إعداده أيضا، وغياب جاي بوكاسا يؤكد أن المدرب الكونغولي سوف يرحل عن الهلال. في المقابل الاتحاد الرواندي لكرة القدم يعلن برمجة مباريات الدورة الأولى من منافسته المحلية والقمة السودانية الهلال المريخ في الأسبوع الثالث عشر، والأحمر يتلقى خسارة موجعة وكبيرة أمام الجيش الرواندي بثلاثية نظيفة. مباراة طبعا ودية فجرت براكين الغضب في القلعة الحمراء، وخلافات كبيرة داخل مجلس المريخ حول استمرار المدرب الصربي داركو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم ودية وأداء باهت جدا، ويعني هناك هزة معنوية كبيرة داخل صفوف الفريق الأحمر. كانت هذه هي عناوين حلقة اليوم. قبل الخوض في التفاصيل ما تنسى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. وإلى حلقة اليوم، ونبدأ بخبر سريع عن نجم الهلال السابق جان كولود. طبعا جان كولود يودع جماهير الهلال برسالة مؤثرة جدا ومعبرة، وأيضا طبعا جان كولود ظهر بقميص النادي الليبي الأهلي طرابلس الليبي في تدريبات الفريق، ورسميا اكتملت الصفقه وجان كولود يغادر طبعا كشوفات الهلال. اللاعب عبر عن سعادته بالفتره التي قضاها. طبعا هناك بند في عقد جان كولود بعد البيع يحق للهلال الاستفاده من عائدات بيع جان كولود في حال طبعا تألق وظهر بصوره افضل وانتقل الى دوري اخر. الهلال يملك طبعا نسبه من التسويق للاعب، وهذا امر جيد من مجلس اداره نادي الهلال. بعد ذلك نحول الى اعداد فريق الهلال. طبعا الهلال يوالي تحضيراته بقوه، ويعني المدرب الالماني رفع نسق التدريبات والتمارين، وهناك جديه والروح معنويه عاليه بعد الفوز الكبير الودي ب5 أهداف دون مقابل. المدرب الالماني في اولى قراراته الشجاعه حول النجم النيجيري اللاعب الشاب يوسف كابوري للفريق الرديف مباشره، وامره بالتدرب مع الفريق الرديف. والمدرب الالماني طالب بمهاجم بمواصفات خاصه خلال الانتقالات الحاليه. سوف نرى ماذا يفعل مجلس اداره نادي الهلال. في المقابل الفريق الرديف للهلال ايضا بدأ إعداده بقوة، وغياب للمدرب الكونغولي جاي بوكاسا، وهذا مؤشر كبير على رحيل المدرب طبعا رفض طبعا تدريب الفريق الرديف وطالب بالرحيل، وربما طبعا تكون هناك جلسة لإجراء مخالصة مع المدرب. هناك طبعا شرط جزائي من في حال يعني رغب المدرب في مغادرة الهلال يدفع طبعا راتب 6 أشهر، وهذا الأمر طبعا ربما يجعل الكونغولي يفكر 1000 مرة قبل مغادرة الفريق. ولكن في النهاية طبعا أنت لا تستطيع التمسك بشخص لا يريد أن يبقى في الفريق، ونعتقد أن رحلة الكونغولي انتهت مع الهلال، ويبدو أن هناك شيء طبعا كان يدور في الخفاء، وأنه الكونغولي كما سرب من التصريحات التي نسبت له أنه جاء لتدريب الفريق الأول، ولكن لن يرضى بالتدريب الفريق، وبالتالي المدرب الكونغولي يعني فترته مع الهلال نعتبرها قد انتهت. في المقابل الازرق الفريق يبحث عن تجربه اعداديه ثانيه تحت اشراف المدرب الالماني جوزيف زيمباور. خلال اليومين القادمين سوف يكشف الهلال او طبعا دائره الكره عن الفريق المرتقب لمواجهه الهلال وديا استعدادا لمواجهه ايجن نوار في الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. طبعا المباراه الاولى في بوروندي. الهلال سوف يرحل قبل 5 سبتمبر 5/9 لمواجهه فريق ايجن نوار في ذهاب الدور التمهيدي الاول دور 64 من دوري ابطال افريقيا. وكما ذكرت التجربه او دائره الكره سوف تكشف عن الفريق الذي سوف يواجه الهلال خلال الساعات القادمه التجربه الوديه الثانيه تحت اشراف المدرب طبعا الالماني جوزيف زيمباور. في المقابل تحول للمريخ. المريخ تلقى هزيمه وخساره موجعه ب3 أهداف دون مقابل اما فريق الجيش الرواندي. مباراه لعبت مساء امس، يعني تابعت مقاطع للمباراه. اداء سيء جدا للمريخ، ظهور باهت، خطوط متباعده، اهداف سهله جدا يعني من كل الرأسيات، اختراق من العمق، تسديد من الخارج. يعني الجيش الرواندي فعل بالمريخ يعني ما لم يفعله النجار في الخشب كما يقولون. بالتالي اداء باهت جدا، خساره
ثالثة تواليا للمريخ وديا قبل خوض مواجهة باور دينموس في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. طبعا المباراة الأولى ملعوبة في كيجالي والثانية في زامبيا. بالتالي هذه الهزيمة فجرت براكين الغضب داخل القلعة الحمراء وخلافات كبيرة جدا داخل مجلس إدارة نادي الهلال. هناك أصوات كانت تنادي من قبل بداية الموسم بإقالة هذا المدرب، وهناك أصوات كانت تدفع الرئيس للتمسك بالمدرب، وبالفعل تم التمسك بالمدرب رغم عدم اقتناع يعني عدد من أعضاء المجلس. لكن طبعا نحن في السودان من يدفع هو من يقرر، وبالتالي الرئيس أصر على استمرار المدرب. والآن هناك يعني غضب كبير جدا على مجلس إدارة نادي المريخ، وهو طبعا يعني نلاحظ في السوشيال ميديا الخاصة بالنادي الأحمر يعني زي ما يقولوا قصف جبهات، وطبعا حرب كونية بين طبعا نشطاء المريخ في السوشيال ميديا، ويعني سيل من الشتائم والتخوين، والأجواء في المريخ غير مثالية. معسكر المريخ يعني اللاعبين خاصة المحترفين يعني يشعرون بالحزن وبالإحباط الكبير بسبب طبعا هذا الأمر كله تسريبات. بعضهم يتحدث انه يعني هناك عدم رضا من اللاعبين ومن بعض المنتسبين للمريخ عن الطريقه الدفاعيه البحته التي يعني يتبعها المدرب الصربي داركو. بالتالي البعض يتحدث ان المريخ يمتلك فريق ويمتلك لاعبين بمواصفات جيده وفريق ممتاز، لكن المدرب دائما هو من يعني يقلل من قيمه المريخ ويقلل من امكانيات اللاعبين وينتهج اسلوب دفاعي بحت. وحتى هذا الاسلوب المريخ خلال طبعا 3 مباريات وديه يعني لم يسجل اي هدف وتلقت شباكه 5 أهداف كامله. بالتالي يعني المدرب لا لم في بلح الشام ولا عنب اليمن، لا لم في الاسلوب الهجومي وانه يسجل ويقبل، ولا لم في الاسلوب الدفاعي والتحفظ والمحافظه على عذريه شباك الاحمر. وبالتالي الاجواء في المريخ غير مثاليه، الاوضاع ربما تنفجر في اي لحظه في حال مغادره الاحمر للدور التمهيدي للمره الرابعه على التوالي من مسابقه دوري ابطال افريقيا. هناك الفريق ككل يعاني من مرحله شك، وايضا الجماهير تضع يدها على قلبها بعد طبعا الاداء المتذبذب والسيء جدا وديا. المباراه الوديه صحيح ليست مقياس للحكم على اداء الفريق او على اداء اللاعبين، وهي مرحله لاستكشاف الاخطاء ومعالجتها، ولكن ان تخسر 3 مباريات وديه ولا تسجل وان تظهر بهذا الشكل الباهت هذه الصوره الضعيفه، هذا الامر يعني غير جيد وغير مطمئن. وبالتالي المريخ ربما يعاني كثيرا امام فريق باور ديناموس الزامبي. الفريق الزامبي فريق جيد جدا وفريق محترم جدا، وبالتالي الاجواء في المريخ غير مثاليه المريخ غير جاهز معنويا على الاقل. وحتى هناك حديث عن تدني لياقه لاعبي المريخ رغم الفريق يعني الان شهر كامل من الاعداد لياقه بدنيه متدنيه جدا. اخر الاخبار نتحدث عن او نتحول الى هلال الساحل. هلال بورسودان ادى مباراه وديه امام انديه الدرجه الاولى في رواندا وكسب ب4 أهداف دون مقابل. بالامس شاهدنا ايضا الاهلي المدني كسب فريق غوريلا، طبعا فريق غوريلا من انديه الدوري الممتاز الرواندي. بالتالي الانديه السودانيه المشاركه افريقيا تواصل اعدادها بقوه، الهلال والاهلي والمدني وكذلك هلال الساحل وايضا المريخ رغم حاله الاحباط من الهزائم التي تلقاها الفريق. كانت هذه كل تفاصيل حلقه اليوم. ما تنسوا الاشتراك في القناه ودعم الفيديو لايك. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.